برأيكم قديش المهر المناسب اليوم للبنت بهالايام؟ والله ما حسب على هلا بما انه الاسعار نزلت يعني المفروض يكون يعني انه ما كتير يعني بالنسبه للجمهور. مثلا واحد اليوم عم يجي بيطلب 10 ليرات ذهب و5 ليرات ذهب ومدري شو. اليوم الشاب ما راح يقدر على هاي التكاليف، يعني كتير مكلفه، يعني ما حدا راح يقدر عليها، عرفت كيف؟ فاليوم يعني المفروض يكون يعني ممكن يعني الواحد بس انه يجهز بيته بشيء بسيط، يعني شيء رمزي بسيط ليقدروا يتعايشوا هن الاثنين. يعني هي الشغله اليوم الناس صارت تركض ورا الماديات اكثر. اللي عنده سياره، اللي عنده بيت، اللي عنده مصاري، هي الناس صارت تركض ورا هي الشغلات. اما الناس ما عاد طلعت على مثلا اخلاق او دين او شيء ثاني، عرفت يعني كيف؟ عم يهمهم المصاري. يعني هم المصاري اكثر، الماديات صارت اهم شيء هون بهذا المجتمع. وانت شو رأيك؟ قديش المهر المناسب؟ يعني المال المناسب بين 1000 1500 هيك يعني. $1500. ايه تقريبا يعني هيك، يعني في ناس عم تضرب اسعار يعني بالخمسه او ثلاثه او الاربعه طبعا هي بس انه مقبوض للاهل يعني. انه بيقول لك انه مثلا هي ملبوس بدن، مثلا انه على اساس انه هي ملبوس بدن، يعني انه هي راح يجيب لك كم قطعه مثلا ثياب وبالنهايه انت راح يرجع على العريس كل شيء، من بيت، من ادوات مطبخ، من غرفه نوم. يعني هدول الشغلات، في شغلات يعني ما فيهم يستغنوا عنها، عرفت كيف؟ اليوم شغلات كثيره بالبيت مهمه، والاهم شيء يعني هو يكون التفاهم والاستقرار. يعني هي اهم شغله اليوم. اذا كانت الماديات كثيره وما في تفاهم ولا استقرار، شو الفائده؟ ما في فائده. مزبوط. شو أعلى مهر سمعتون طلب؟ نعم. أعلى مهر سمعتون طلب؟ يعني انا بالنسبه لي شفت مثلا 10 ليرات ذهب ولا 15 ليره ذهب، ولا يعني هي اليوم 4000 دولار او خمسه، في ناس هيك طلبت يعني. 50 مليون يعني تقريبا. ايه صارت هيك يعني عندنا نحن، صارت هي العاده يعني. وين انتو؟ احنا من ريف حلب. تمام. تشرفنا فيكم. اهلا وسهلا. يعني نحن هلا عندنا يعني الريف حلب في ناس على قبل، هلا ما بعرف شو الوضع هلا بما انه صارت ازمه، بس على قبل يعني 3000 دولار و4000 دولار و5000 دولار هذا مقبوض للاهل مثلا، يعني بس إلى ملبوس بدن والباقي على العريس مثلا، عرفت كيف؟ يعني تكاليف مكلفه. اليوم الشاب يعني ما عاد فيه يتجوز، ياسس حاله ويعمل شيء بهالبلد. الناس صارت تسافر، يعني ناس بعمر صغير عم تترك اهلها وتروح تبعد عن اهلها، يعني كل واحد بمكان، مشرد اهله بمكان، هو بمكان ما له قدران يعمل شيء ولا يقعد مع اهله. وكله هذا بسبب انه المهر عم يكون كتير عالي. عالي يعني. انا بننصح الشباب بالسفر احسن من العيشه هون يعني. وللصراحه نحن لو بصحنا سفره نحن ما راح نضل هون يعني. نطلع برا انه احسن يعني. هون المعيشه غاليه والدخل يعني بنوب. يعني المردود انه ما عم يعبي شيء. يعني نحن كشباب مثلا هلا، يعني في شباب عندها مصروف دخان، انا الحمد لله يعني ما عندي، بس في شباب عندها مصروف دخان عم تطلع عم تفوت اليوم، يعني ما في حدا كمان في يعني اقل شيء اليوم اذا عم تفعل باقه انترنت، شوفي اسعار الانترنت، شوفي يعني اليوم باقات سريتيل عم يعملوا يعني عرض ب 300,000 وعرض ب 250,000. مين بده يفعل هذا العرض؟ اذا اليوم نحن عم ناخذ مثلا عم نشتغل كل الاسبوع لحتى عم نطالع 300,000 عم يعطونا اياهم بالاسبوع، انا اليوم بدي اروح فعل فيهم عرض، ما فيني، انا في عندي شغلات ابدا بالبيت. مزبوط طبعا. شو بتوجهوا كلمة للصبايا اللي عم تسمعكم؟ الصبايا، والله ما نحن بنوجه كلمة لأهل الصبايا، يرحموا هالعالم، يرحموا هالشباب، يعني والله العظيم كتير كتير يعني يرحموهم شوي بس ليقدروا استقرار تفاهم. المصاري مو كل شيء. يعني اليوم إذا أنت أخذ ماديات عالية وبنتك مو مرتاحة، شو الفايدة؟ ما في فايدة. اكيد طبعا. وحضرتك شو بتوجه لهم كلمة؟ ما انا اشوف الصبايا ما لهم علاقه الاهل. شو بتوجه كلمة لهم؟ الاهل يطلب مهر بس انه مهر معقول. يعني مثل اليوم انا بدي اروح مثلا اخطب، انا مثلا يعتبر زاد راح يخطب لابنه، ما راح يرضى انه كمان يصير عليه مثل ما يصير علي انا. تمام، يعني يطلبوا شيء بالمعقول. شيء بالمعقول يعني، بس اكيد. رحمة، بس شوية رحمة. شكرا كثير لك.